طب اميره بجد بجد انت عشان بتشتغلي مع الستات بس تقريبا متعبين. يا لهوي. انا بقيت بحب الستات قوي بعد الشغلانه دي. انا ما كنتش بحب الستات خالص قبل الشغلانه دي. يا شيخه انا كل يوم اتليست بقابل ست واحده بتعلمني درس بكمل بيه حياتي. اوكي. الستات كمان انا بقابلهم حتى لو ست صعبه جدا بقابلها في الوقت اللي هي جايه تتدلع فيه. فهي فكة. حته حلوه هي جايه مطلعاها اصلا. اوكي حلو هي ده. في المي تايم في حاجه وقت ذاتس اول اباوت هير. هي جايه مبسوطه. فانا واخده حتى من الستات الوحشه السايد الحلو. فانا ما بقتش بحب الستات اكشولي غير بعد ما اشتغلت شغل. طب الحمد لله. طب بس في ستات تانية تدخل بتبقى برضو في جايه وعندها مثلا توقعات. طبعا توقعات غير مرئيه. يعني انك هتخرج حد في الويلكم مسج بنرد على ناس بنقول هو مجرد فيشل. مش يعني هغير ملامحك، مش هصغر مناخيرك. احنا قايلين كده أيوة. في المسج الاولانيه. بس انا دلوقتي ويمكن انت منى عشان بتشتغل في الادفرتايزنج فعارفه استحملنا كلاينتس بايخين قد ايه كتير. طبعا. الحمد لله عندي دلوقتي نعمه ان انا لو حد ضايقني بقدر اقول لها تهندلي حضرتك فلوسك مش هتبقي مبسوطه. وتفضلي. انت برضه شغلك في الاعلانات والله ظبط. يعني فرش لك فرشه حلوه. لا خلاص في الاعلانات عليكي فمش هيداس عليكي تاني. كل حاجه ممكن تتشاف. فلا عندي دلوقتي الحمد لله الحريه ان انا اختار واظبط وابقى مرتاحه وبشتغل مع حد. خلاص لو حد مضايقني اتهلو بقول لها حضرتك مش هتبقي مبسوطه وعادي. بس والله برافو. انا هروح استقيل برضو زي بصي ما ينفعش والله العظيم. احنا اصلا ما بنتكلمش عن الاستقاله بس انت انا هستقيل. كل ما اعملي لنا اغنيه على الاستقاله. استقيل. انا بقى